بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شبانه جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا عز وجل القرآن خني بيروزي مبارك دبيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال لي مسلمان في آياتها هان خدي تعالى عز وجل وقت دبيجي فصل لربك وانحر، يعني بيش تغليانش بيخبري خدير دبيجي بيج وا مشركة بيج وا كافرة برا قبا الميج كن برا الميج واش بو خدي تعالى عز وجل وقت قبا قربانا بدن قبا شرجي كرني بكن شرجي كرنا وحيوانا قالك بو وجه خدي تعالى عز وجل بنجبو أصنام به نجبو جناب نجبو استيركا به، لأنه مشرك شواد كرن مشركة أو قرباني هان تانين أو حيوان تانين شرجت كرن نجبو خدي تعالى عز وجل شرجت كرن شرجي كرنا واش بو شبو جبوا أصنام أبو جبوا استيرك أبو جبوا جنابو خدي تعالى عز وجل بيخمر جو عليه السلام جو قالك شرجي كرن بجبوا وجه خدي تعالى عز وجل. إيرو قالي مسلمان باروجا إن شاء الله وعيدا قرباني بسلمت به وكون ظانن سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. أم بنرن بخدي تعالى عز وجل شد حقي في قربانا هاند وفي عيدا هاند قلتي قالي مسلمان خدي تعالى عز وجل يعني قبل قد في القرآن ده جمر قلتي يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي يعني الميجا مني فرض سنة بري الميجا بش الميجا سنة ونوافل جام دكن قالك جبو خدي تعالى عز وجل قالك شرك تنب قالك إخلاص لهذا دجي ونسكي نسكي يعني ذبحي يعني شرجي كرنامه قالك جبو وجه خدي تعالى عز وجل. أف معنى نسك قال لي مسلمانا فنسك شرجي كرن قالك جبو وجه خدي تعالى سبحانه وتعالى جنابه از شرجي كن بنابي أصنامه يا بنابي استيركا يا بنابي جنا يا بنابي هيا بنابي أنبياء جنابه الشرجي قبل شرجي كتبه بسم الله الله أكبر أو قربان أخوه أو نذر أخوه أو شرجي كرنا قبل قوشته حيوانه قبل قام دخن قش لازم وجه خدي تعالى عز وجل سر في ذكران تجبونه خدي تعالى عز وجل القرآن يتبجه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلازم أمنابي خدي تعالى عز وجل أم بيجن وقت قبل قام شرجي كن أبيك لي مسلمانا. ومثلا نمثلا أزبيم وحيوان شرجيكم يا أزبيم والله خوينا حيوان برجين مثلا نافتني قال لي مسلمان وقت قبل أمتين عيدا قرباني أم بوالله أم ضحياكش خور شرجيكن أم قربانكش خور شرجيكن مثلا نمثلا جاز حيوان تاني شرجيكم مثلا يقولوا مصدر قال لي مسلمان مثلا وإنسانك شرجتك معناه علامتك ونشانك تقوى دليل إنسان هي تقوى دليل إنسان هي الدليل وعلامته قد تقوى دليل إنسان هي جبوله خدي تعالى عز وجل إنسان قبل جبوا وجه خدي تعالى شرجتك بنبي خدي تعالى عز وجل شير بيجي خدي تعالى عز وجل قبل جي قبول كر معناه دليل باوري وتقوى دليل إنسان هي خدي تعالى عز وجل بيجي إنما يتقبل الله من المتقين. فقالك إنسان مسلمان قبل جبيت شيء شرجك وأب أضحياهن قال لي مسلمان أب أضحياهن للشعائر الديني خدي تعالى عز وجل. شعائر الدين يعني أو تشتي خياني ديني خدي تعالى عز وجل أبجد بشعائر شعائر إنسان مسلمان قالك قدر وقيمة بدوا شعائره وك آذاني وك واضحيهان وك قربانه وك لميجي وك قرآني أو تشتي جده شعائر ديني خدي تعالى عز وجل. شعائر ديني خدي تعالى يعني تشتي خياني ديني خدي تعالى يعني شريعته خدي تعالى عز وجل قالك مرو قيمة بده قدر بده يقولوا خدي تعالى عز وجل القرآن بيجي ومن يعظم شعائر الله قدر وقيمة بده شعائر الدين خدي تعالى عز وجل حدود وسينور خدي تعالى عز وجل جمردانية وشريعته خدي تعالى قدر وقيمة بده خدي تعالى عز وجل بيجي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب معناه علامته قد تقوى دل في إنساني ده هي أجابة جنب بتشكي باش ده بقرن قلي مسلمانة أمم بريمة أقوام بريمة واجي قربان شرجت كرين يعني ليه شرط وشروط النار مواناد جوهرت هاتن غيراندن شرط وشروط وبتشكلوا غيرين يعني خدي تعالى عز وجل بيجي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأمم وأقوام بريمة قربان واجد قربان تقدمادن واجد ذبائح جبوا وجه خدي تعالى عز وجل تقدمادن لحياة يجوا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. جبوله قالي مسلمان أم خوازن أم بيجن أف قربانة قد تقدمين وأف قربانة أو حيوانة قد تشرجت ما خدي تعالى عز وجل نب حاجتي بيقوشتي خدي تعالى عز وجل يعني أو قوشتي هان نابي خدي تعالى عز وجل خدي تعالى مهم جمرة
جاء يعني مهم خوي تعالى تقوايش تتخاذه خوي تعالى عز وجل تخاذه أو تقوايا هان يعني قد تبجيبينه دلته مش باوري وإيمان وتقوى به جبوله خوي تعالى عز وجل بيجي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأذ أضحياء إنسان أضحياء شرجتك على متى شيء على متى توحيدية على متى بإيمان وباوري ويقيني وتقوى دليل تدهي وإخلاص جبوه خد تعالى عز وجل دليل تدهي. فأذ علامتك جبوه علامتها هان تبجيتين جبوه خد تعالى بيجي بفصلي لربك يعني قالك المجاة بس جبوه خد تعالى به أو شرجكرنات شرجتك جبوه خد تعالى به حياة شيء نابت بنافي بيخبر شرجك ماش بيخبر صلى الله عليه وسلم أفضل إنسان سر وجهه في عرضية شيناب حياته باسم الرسول يتشر شيناب فلازم جبوا وجهه خد تعالى تنبه باسم الكعبة جبوا كعبة شريف شيناب لازم فقط جبوا وجهه خد تعالى تنبه جبوا له بيخبر صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم بيشه دبي لعن الله من ذبح لغير الله شيناب يعني بيخبر صلى الله عليه وسلم لعنت الواني أو يجي حيوان أخو شرجك نجب وجه خدي تعالى عز وجل فلازم شرجك برنامجي جب وجه خدي تعالى يقولوا إمام الشافعي يعني حياة دعاء الاستفتاح المجد دبيجه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأنا خاف على متى التوحيد يقولك إنسان مسلمان هاي ونا جهده بشكل دفع قال مسلمانا أب أضحيها المجوجبو شو أب سنة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وقت قد تعالى عز وجل أمر سيدنا إبراهيم كر قال لا يا خوش رجع قبل قال مسلمانا بسيدنا إبراهيم عليه السلام حياة كيجان درجة أوامر خد تعالى عز وجل جيانية يعني جبن أمر خد تعالى درنكتي حياة خود جديد قال لا يا خوش رجع كه دخود دي لا يخش رجع أدين رجع وخونا أنبياء حق قالك بجيبين أدين رجع لا يخرج يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ويا كريم من خود دي تي استشرجتكم كاتد بيتشي شو لا يوينا ما شاء الله قال لك دعاء وينا دبو جباب خرنت جو أوف يعني دعاء باب خدبو اشتغل باب خل عرضنا تخص شو قلت وأوجو نبيبو فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر تشتكوا خي تعالى الأمر تبيك دي قالك تجيبينه ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن شاء الله أزي صبر عن هذا ولو بلاءك مظنة ولو مصيبات قال لك مظنة اختبارك وابتلاء قال لك مظنة لسيدنا إسماعيل وإجبار خلقه وإن شاء الله وخي تعالى صبري بدنا وصبري بدته وبدي جامجي إن شاء الله يقول وقت سيدنا إبراهيم هات وكير داني سر قركا لا يخوي يشرجك خي تعالى عز وجل جبريل جيرشان وخي تعالى عز وجل أو في ذاكر بتشي بحيوان وقربان قانا متقدمين يعني أموي سنة سيدنا إبراهيم أم أحياء ذكر أموي سيدنا سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام أحياء ذكر يبوق ملات زانبه وأمشخور في درسي جي سيد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل بصينن سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر خيط على بجياني وسيدنا إسماعيل جي أمر خيط على بجياني سيدنا إبراهيم جريا خيط على درنكت وسيدنا إسماعيل جي جريا باب خو درنكت شخو جريا خيط على جي عز وجل درنكت قال لازم أب بالدرس جمرة قام كاربن ظلمي سر في ملتي هلينن أم كاربن أم خو ونفس أخو جاني خو فيدا بكن قام ظلمي سر في ملتي هلينن وأم بين أم في ملتي شطاربونا جنها وكفره وشركيجي درخينن وخي تعالى عز وجل آليكارية مربكة وقوتي بدنا قم قاربن أمري خي تعالى عز وجل بجيبين أم ملتي خو فجرين بال خدا عز وجل أم نفسه خفيدا بكن مالي خفيدا بكن وجاني خفيدا بكن قم خلقه وملتي خو فجرين بال إسلامي بال إيماني بال تقوى بال تعظيم شعائر خي تعالى عز وجل قدر وقيمته بدن شعائر خي تعالى عز وجل أم فين خي تعالى عز وجل ما قبول بك وخي تعالى عز وجل فا أضحية وفا قربانة جمع قبول بك وقال لي مسلمانا خيرا يقول لك كيفر قالك أمشخانة بن إيج طاقة ويهب إيج كارب قربان كي في عيد شرجك قال لك باش قال لي مسلمانا وإن شاء الله ما بين بك شرط وشروط فا أضحية شاوية وكحياة كيجان رجيم كارن شرجكن إن شاء الله الحلقة مني بي إن شاء الله مجبر بيان بكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.